ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة احنا هنتكلم على الكتب اللي انا قريتها في الكوارتر التاني من السنة او الربع التاني من السنة. الربع التاني ده يعني شهر 4 و5 و6. بص، تقريبا كتاب واحد في شهر 4 اللي هو أسطورة الشيء لأحمد خالد توفيق. ده الجزء ال61 من ما وراء الطبيعة. خلصت أخيرا. أنا حاسة إن أنا بقالي أكتر من 4 شهور غالبا بقول لكم إن أنا هموت وأخلص Apprentice to the Villain اللي هو الجزء الثاني Assistant to the Villain. خلصته أخيرا الحمد لله. قريت كمان رجال وثيران ليوسف إدريس. أنا بقول إن أنا رأيي بيختلف عليه، يعني عمالة كل شوية أغير رأيي عنه، بس الفيديو ده أو أعتقد كلامي عنه النهاردة ممكن يدي فكرة أنا ليه بغير رأيي عليه كتير. وأخيرا قريت كتاب اسمه دائما ما أدعو الموتى لسعيد نوح. الكتاب ده هحكي لكم عليه حكاية شوية، بس أتمنى إن أنا أخلص الفيديو ده بسرعة. طيب خلينا نبدأ بأول كتاب هنتكلم عليه. زي ما قلت لكم ده الوحيد اللي أنا خلصته في شهر أبريل، اللي هو أسطورة الشيء لأحمد خالد توفيق. طيب بما إن احنا هنتكلم على ما وراء الطبيعة لأول مرة في الفيديوهات دي، أنا بحبها قوي قوي قوي. أنا فاكرة أول مرة قريت العدد الأول فيها كنت مسافرة، وانا فاكره ان في السفريه دي انا خلصت مثلا 7 اجزاء. بحبها قوي قوي قوي، ومن اكتر الحاجات اللي انا بحس ان انا نفسي مثلا ولادي يقروها او يتعلقوا بيها او كده. اخر عدد قريته كان من سنتين اسمه المتحف الاسود. ده كان من الاعداد المميزه تقريبا، لان هو رقم 60، فهو كل 10 المفروض انه بيبقى رقم يعني مميز او عدد مميز او كده. المتحف الاسود ده انا قريت اللي انا كنت كاتباه عنه، وكاتبه ان كان في واحد اسمه مازن، وان انا ممكن احب جدا اتعرف على الشخصيه دي. انا مش فاكره اي حاجه من الشخصيه دي، معرفش مين الراجل ده اساسا. طيب ايه اللي بيحصل في الحكايه دي؟ المفروض ان احنا بنقابل بكر، وبكر ده بيقع في مصيبه، يعني بيحصل له حاجه كده كارثيه جدا، وفجاه بنلاقي ان هو بسبب الحاجه المشهد اللي حصل ده عمال يحصل له حاجات غريبه. هو في شيء بيطارده، هو حرفيا شيء، عشان كده اسمها اسطوره الشيء. طبعا وكالعاده استاذ الدكتور رفعت اسماعيل بيتدخل، ومش قادره اقول لكم انا كانت وحشاني الفايبز بتاعته قد ايه. ماشي، كالعاده بنحاول نهدى وبنحاول يعني نفسر الكلام بالراحه. بس اول حاجه بنتكلم عليها هي الشخصيات. برغم ان ما وراء الطبيعه الاعداد بتاعتها تعتبر قليله في عدد صفحاتها، بس احمد خالد توفيق عنده القدره ان هو يقدر يبني لك شخصيه من الصفح القليله دي. يعني طبعا رفعت اسماعيل كاركتر ليه لايرز وليه ابعاد، ويعني كاركتر من الاخر واضح جدا، انت قادر تشوفه وتلمسه لان انت معاه بقالك اعداد كتير قوي. لكن اللي صعب ان انت تخلق له شخصيه هو حد هيعدي في عدد واحد. احمد خالد توفيق بقى بيعرف يعمل كده. فمن ضمن الشخصيات المميزه جدا اللي تعتبر شخصيه جانبيه، ما تعتبرش انها محوريه او كبيره او كده، استاذه عفاف اللي هي مرات بكر. شخصيه ايقونيه جدا، فعلا زوجه مصريه اصيله. بتحس بمشاعر، انتوا لما تقروا العدد هتحسوا ان ايوه بلد ان هي تحس بالمشاعر دي ناحيه جوزها. ازاي شخصيه بجد تبقى جانبيه يبقى ليها حضور بالشكل ده؟ مجرد ان انا بسمع اسمها او بشوف اسمها وانا بقرا بتخيلها، انا عارفه الشخصيه دي شكلها عامل ازاي. احمد خالد توفيق بيلعب شويه على حته ان انت عندك اوريدي ميموريز ناحيه حاجات معينه، يعني انت غالبا اتعاملت مع شخصيه شبه الشخصيه دي قبل كده، فهو بيعيشك في كتابه وفي جو يخليك تفتكر الشخصيه دي. انا بشوف ان دي حاجه بارعه جدا 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 حقيقي. بكره لطيف، بس بيتهيألي ان اهم حد كان بالنسبه لي طبعا كان رفعت اسماعيل، لانه بجد بجد انا كنت مفتقداه جدا يا جماعه. حاسس متخيل انا كان وحشني الشخصيه دي قد ايه. طيب لو هنتكلم بقى على الحبكه او سرعه الكتاب، طبعا كعاده ما وراء الطبيعه يعني الكتاب سريع. هو انتوا هتحسوا ان في ملل لان في حاجه بتتعاد كل شويه، بس هو مش ممل بالشكل ده. الحبكه نفسها كانت كويسه قوي، يعني اللي كان بيحصل او الاحداث نفسها كانت لذيذه جدا، بس النهايه هي اللي كانت معصلجه معايا شويه. يعني انا عجباني جدا الفكره اللي احنا رمينا عليها وقعدنا نحط الغموض عليها وكده، كانت حلوه قوي قوي قوي، بس النهايه مش بقوة الأعداد التانية. يعني في أعداد تانية هي أقرب لي لأن نهايتها أقوى من كده، بس مع ذلك أنا مش شايفة إنها بشعة. يعني هي مش نهاية وحشة، مش نهاية وحشة، بس في حاجات اقوى من كده. طبعا انا لما باجي اتكلم على الحبكه بتاعت ما وراء الطبيعه جمله بقولها كل مره: انا مش بفهم الناس اللي بتقول انها مش بتخاف من ما وراء الطبيعه. ممكن اقبل ان الناس تبقى بتحس مثلا بسسبنس، اللي هو يعني بقى بتتوتر ومش عارف ايه وكده، بس مش بتبقى خايفه. بس انا لو انا هقول انا بخاف جدا يا جماعه. انا فاكره كويس في الاول احمد خالد توفيق كان كاتب حاجات زي اللي هو ما تقروهاش بالليل وحاجات كده، وانا جربت اعمل في كده مره ما قررتهاش يا جماعه. انا معترفه ان انا بخاف، بس انا حاولت ان هو ايه اتست نفسي يمكن ابقى مش بخاف قوي. بس بصراحه ما وراء الطبيعه من الحاجات اللي بتخوفني، من الحاجات اللي انا يعني فعلا لو قريتها لوحدي بالليل بخاف منها.
كالعاده لما بنيجي للكتابه، احمد خالد توفيق كتابته حلوه جدا جدا، زي ما قلت لكم الكتاب سسبنس وبيشد وواخد الجو بتاع الحاجات اللي هي مقلقه، اللي هو انت مش فاهمها قوي فانت عايز تعرف ايه اللي بيحصل وكده. انا بحب الجو ده جدا. حاجه بس ممكن اقولها دلوقتي، الشيء ده نفسه حاجه بما انها مش معروفه فالوصف بتاعها احيانا بيقشعر شويه. انا حاسه ان انا مش هيبان قوي، يعني مش هيبان الوصف اللي انا بتكلم فيه ده ايه، بس هي كانت بتقشعرني يعني. حاسه ان دي حاجه كافيه ان انا اقولها. طبعا العدد ده حلو، بس هقول لكم على حاجه بقى بصراحه، انا خايفه جدا اكون متحيزه عشان انا كانت وحشاني الجو بتاع ما وراء الطبيعه، فانا مش عارفه هل ده كان بيكونتريبيوت او بيغير تقييمي في الكتاب. ممكن. بس الفكره كلها ان انا مفيش حاجه متضايقه منها قوي غير فعلا موضوع النهايه ده. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا حسيت ان هي مش داخله دماغي قوي يعني، بس غير كده انا عشت معاها واتبسطت جدا، وحسيت ان انا يعني بعود عوده حميده لحاجه كنت بحبها قوي. السؤال اللي احنا بنرد عليه كل مره، مين ممكن يحب يقرا كتاب زي ده؟ اكيد حد بيحب ما وراء الطبيعه، ده كده كده، بس حد كمان الحاجه بقى المهمه اللي انا هقولها لكم بيكون بيحب الرعب الخفيف، ما يكونش بيحب رعب مثلا دموي او الوصف فيه مثلا يعني يضايق او كده. النوع ده من الكتب بيبقى حلو جدا، وانا بجد اكتر حاجه ممكن اكون برشحها للناس هي كتب احمد خالد توفيق ما وراء الطبيعه. هسالكم بقى سؤال بيتهيألي عمري ما سالتكم على كتاب معين قبل كده، يعني هل انا كل الفيديوهات اللي فاتت ما كنتش بوجه سؤال كده دايركت؟ على العموم لو حد قرا اي حاجه من ما وراء الطبيعه يقول لي يا جماعه، يقول لي. انا بحس ان دي يعني مجرد ان حد يقول لي ان هو بيقرا حاجات من ما وراء الطبيعه احنا والبست فريندز اوريدي. تالت كتاب هكلمكم عليه النهارده هو Apprentice to the Villain. الكتاب ده كان اول كتاب خلصته في يونيو، خلصته بالظبط يوم 28. عايزه اقول لكم الحاجه اللي تزعل قوي، انا بادئه في تقريبا اول اكتوبر. انا مش عارفه انا بعمل كده ليه بجد. طيب بصوا اكلمكم بصراحه، انا متضايقه من الكتاب، يعني عندي مشاعر كتير وحاسه ان انا مبسوطه بيه وكل ما بيحصل حاجات بقى اللي هو الحاجات الرومانس ما بين تريستن وايفي ببقى مبسوطه، بس متضايقه. انا هحاول بقدر الامكان ان انا ما احرقش الكتاب الاول، بس انا حتى مش فاكره انا اتكلمت على الكتاب الاول امتى، بس يعني هحط لكم الفيديو هنا او حاجه. بس هحاول ان انا حتى الكتاب ده كمان ما احرقهوش، هحاول بقدر الامكان لو في حاجه هحذركم قبلها. طيب هو ايه اللي حصل في اخر اول كتاب من غير حد، من غير حد؟ احنا عرفنا مين الشخص اللي بيقول معلومات للملك على تريستان. احنا كنا الكتاب الاول بندور على مين هو الشخص ده، فاحنا عرفناه في اخر الكتاب. حصل كمان حاجه هي هتبقى حرق الاول كتاب، فانا هسيب لكم سبويلر، يعني اكتب لكم سبويلر فوق لغايه ما اخلص كلامي. بس احنا كمان عرفنا ان الفيلن اتاخد وايفي كانت بتحاول انها تنقذه. كالعاده طبعا بتحصل حوارات، كالعاده احنا لسه في الفيلد بتاع اللذاذه، فاهمين؟ لو زي الكتاب الاولاني برضو احنا عارفين ان مامة ايفي احنا مش موجوده وما نعرفش هي راحت فين، وبندور عليها تقريبا من الكتاب اللي فات، فلسه بندور عليها كمان دلوقتي. الكتاب هنا بدا يتعمق شويه في الفانتسي، بس مش الفانتسي الثقيله اللي هي بقى محتاجه وورد بيلدينج ومش عارف ايه، لا هي اكشلي اللي هي فانتسي خفيفه، فانتسي اللي هو ممكن تفهمها بسرعه، مش محتاجه ان انت تتعمق قوي في العالم بتاعها. يعني من الاخر هي كوزي فانتسي، يعني حاجه كده اللي هو ايه، تشربها مع كوبايه قهوه فعلا زي كده. طيب انا هكلمكم عن الكاركترز، يعني نبدا بالكاركترز زي ما بنعمل دايما. هي لسه حاجه قويه جدا، او يعني مش قويه، هي اكتر حاجه معلقاني بالكتاب، بس دلوقتي انا متضايقه منها قوي. طبعا الكاركترز بقوا لايرد اكتر، او بقى عندهم ابعاد اكتر من الكتاب الاولاني، فطبعا انا بقيت مهتمه بيهم، بقيت حاسه ان هم كلوز. يعني عارفين انتوا الاحساس اللي هو ان انتوا بتتعلقوا قوي بشخصيات الكتاب؟ ايه الكارثه او ايه اكبر مشكله حصلت، ان انا حسيت ان الكتاب جه عند حته بجد يا جماعه، في مشهد بعد المشهد ده، خصوصا ان هو مشهد ناحيه النهايه، بدات كل حاجه تبوظ، بدات الشخصيات ما تبقاش هي الشخصيات. مثلا ايفي اتصرفت تصرف هي مش طبيعي ابدا ان الشخصيه دي تتصرف، بس لو قلنا ان ايفي هوجائيه وممكن فعلا تعمل كده، فده مش هيحصل برضو مع باكي المفروض ان هي يعني الهاد بتاعه الاتش ار اللي برضو بتشتغل مع ايفي، اللي برضو شغاله عند الفيلن، برضو كاركتر المفروض انها ليها لايرز، المفروض ان احنا عارفين شخصيتها بقالها كتابين، اتفاجئ انها عملت حركه سو اوت اوف كاركتر، حركه مش بتاعتها. تريستن بقى، نيجي للكارثه اللي احنا فيها. تريستن يا جماعه انا بحبه قوي، انا جينيولي انا حباه قوي 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 قوي، بس اولا قال كلام يضايق جدا. عارفين لما بتكلم كده على الشخصيات بحس ان انا بجاصب اباوت ناس اعرفها، يعني هو بحكي لكم على حاجه حصلت. بس بجد في جمله يا جماعه، جمله في مثلا 3 جمل هو قالهم تضايق جدا، تضايق قوي يا جماعه، انا اتضايق، انا شخصنتها يعني. تاني حاجه الشكل بتاع الادميريشن بتاعه او شكل حبه لايفي اختلف.
وهقول لكم بقى على الكارثه، انا حاسه ان هو اختلف عشان جمله صاحبتي قالتها لي، مش عايزه المهم كنت بقول لكم ان انا حاسه ان شكل حبه اختلف عشان حاجه صاحبتي قالتها لي، انا مش عايزاها تطلع حقيقيه بس هقولها لكم. ان الكتاب معمول عشان يرضي البوك توك، يرضي الناس اللي بتحب الحاجات السريعه، الشكل المعين للحب. دي ليه حاجه تضايقني، لان انا مش عايزه اقرا الكلام ده. شكل حبه اختلف بعد ما كان حبه معنوي جدا، اصبح حبه مختلف، اصبح حبه كانه فعلا بيرضي البوك توك لاف اللي في نظري مش كويس، اللي في نظري مش حلو. يا جماعه عايزه علاقات حب معنويه، انا مش بطلب حاجه صعبه على فكره. طبعا انا لسه بحب الكاركترز دول وبحب الكاركترز التانيين برضو، بس انا بزعل من السقطات يا جماعه. بصوا السقطات بجد بجد، خصوصا سقطات الشخصيات، انا بحس ان انا بشخصنها بجد، لان انا بقعد افكر ليه المفروض ان انا كقارئ بتبقى الشخصيات دي حقيقيه وحيه قدامي، فالمفروض ان الكاتب يبقى عنده برضو نفس الفكره. فلما الاقي الكاتب عمل كده حاجه تضايق جدا يا جماعه. طيب البلوت بقى والبيسنج او الحبكه يعني وسرعه الكتاب، احنا طبعا زي ما قلت لكم الفانتسي اعلى، فبصراحه انا حبيت الفانتسي هنا اكتر بكتير من الكتاب الاولاني. الكتاب الاولاني كان مور ماجيك فوكسد او مركز على السحر اكتر، انما هنا لا، بدا يبقى فيه كريتشرز او يعني مخلوقات تانية وحاجات كده. بصراحه الفانتسي هنا ألذ، وبعدين هو مور ادفنتشرس، يعني تحس بقى ان احنا بدانا ندخل بقى في الحته بتاعه المغامره اللذيذه دي، فاهم؟ معرفش مين اللي فاهم بس يعني اتس اوكي. المشكله ان الحبكه فعلا اتحسنت شويه، لكن البيسنج او سرعه الكتاب بصراحه كانت ممله جدا. الكتاب انا حسيته ستريتشد قوي يا جماعه، نفس الجمله اللي انا مش عايزه اقولها، بس انا حاسه ان في مشاهد معينه اتحطت بس عشان ترضي الجزء بتاع الفايرالينج او ان الكتاب يفايرل. يعني في بجد لقطات او سينز لو كانت اتشالت تماما ما كانش هيفرق اي حاجه في الكتاب. بالنسبه للكتابه اعتقد انها اتحسنت عن الكتاب الاول، بس مش هي ان انا اقول عليها يعني literary writing او بقى ادب ومش عارف ايه وكده. هي كتابه بتؤدي الغرض، هي كتابه لكتاب لايت، فبالتالي هي كمان لايت. ثيمز طبعا لسه حلوه، زي ما قلت لكم غالبا المره اللي فاتت قلت ان في الثيم بتاعت فاوند فاميلي، او ان ناس مش اهلك يبقوا خلاص اهلك من كتر ما انتوا قريبين لبعض. انا لسه حابه الثيم دي قوي دلوقتي، يمكن كمان هي بانت اكتر من ناحيه ناس مش متوقع قوي انها تبان من ناحيته. هنا الثيم بتاعت اللوف او الحب بدات تضايقني شويه، لان انا مش عايزه انا حاسه ان كل الناس عارفه ان تريستان وايفي بيحبوا بعض، تريستان وايفي نفسهم عارفين انهم بيحبوا بعض، بس هم لغايه دلوقتي ما يعني عاملين نفسهم ما يعرفوش حاجه. ماشي ما عنديش مشكله، انا عارفه ان العلاقات بيحصل فيها كده احيانا، بس خلاص بقى يعني خلاص بقى ما تكبرش الموضوع يا جماعه. برضه حاجه مهمه لازم اذكرها دلوقتي بما ان انا بقيت دايما بذكرها، لسه الشخصيتين التو ويمن اللي بيحبوا بعض لسه موجودين، بس برضه لسه ما فيش فوكس عليهم، مش بنتكلم عليهم كتير، بس اعتقد ان هم ظهروا في مشاهد اكتر من الكتاب الاولاني، بس لسه مش مشاهد كتير، ولسه الحمد لله يعني ما فيش كلام قوي على اللي ما بينهم. يعني الحبكه كمان حصل فيها حاجه يعني مش قد كده حاجه يا جماعه. بصوا بجد المشاهد، موضوع ان مشاهد ممكن تتشال دي حاجه تنقص قوي 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 من حبكه الكتاب. يعني مهما كان الكتاب حلو، وفي حاجات كده لما بتحصل بتخليني اقفل منه. للاسف انا قفلت من الكتاب ده، انا اتضايقت منه وحسيت في مواقف كتير ان احنا لا، احنا ليه بنتكلم على الكلام ده. الحقيقه ان انا مستنيه ان الشكل الرومانسي للحكايه ياخد منعطف مختلف، لان اللي احنا فيه دلوقتي مش عاجبني، وقررت ان انا ههدى شويه. انا مش ناويه اقرا الكتاب التالت، لان انا بجد حاسه ان انا متضايقه قوي من الكتاب ده، فمش عايزه ابقى بظلم ده عشان ده. هقول لكم على حاجه ممكن تكون هي اكتر حاجه يعني هتحسسكم انا حاسه بايه دلوقتي. الكتاب ده didn't feel as special as the first book، يعني الكتاب ده مش مميز قد الكتاب الاولاني. فعلا هو ده فعلا اللي انا حاساه ناحيه الكتاب. اعتقد ممكن حد يحب يقرا الكتاب ده لو هو بيدور على الكوزي فانتسي، زي ما قلت الفانتسي اللي هي خفيفه ومش تقيله وما فيهاش مش مليانه وورلد بيلدينج. بس لو انت زيي، لو الشخصيات والاحداث والحاجات دي بتفرق معاك، يعني ما اعتقدش ان الكتاب ده اختيار كويس. انا بس اتمنى، انا دايما بحاول ما اقولش رايي على الكتب لغايه ما اخلص السيريز كلها، بس يعني نسال الله التسهيل، ان شاء الله الكتاب اللي جاي يبقى كويس. يعني اتكلم بقى على تاني كتاب خلصته في يونيو، اللي هو رجال وثيران ليوسف ادريس. بصوا انا فضلت حاسه ان انا هو ايه الاحباط ده، خصوصا ان انا يوسف ادريس يا جماعه انا بحبه قوي قوي قوي، هو من الكتاب اللي انا بجد بحبهم جدا. كنت كلمتكم قبل كده على الكتاب بتاع المهزله الارضيه، دي كانت مسرحيه اكتشلي، وبرده كان عندي ميكست ايموشنز كتير قوي ناحيتها، بس انا شايفه ان الكتاب ده حلو. كتاب المهزله الارضيه ده من الكتب اللي فيها فكره كويسه جدا جدا. قريت كمان ليوسف ادريس تقريبا 2 من قصصه القصيره حلوه جدا. يوسف ادريس عنده قدره على الكتابه مش طبيعيه في حلاوتها. ايه المشكله في الكتاب ده هتفهموها لما اتكلم عليه، هتفهموا ليه ممكن اكون اتضايقت منه شويه. هو الكتاب ده يعني تحسوه literary non fiction، يعني حاجه اللي هو بين انها تبقى روائيه وغير روائيه.
ممكن نقول ان هو تحليل نفسي لمشهد معين. هي قريبة لمقال طويل او حد بيحكي لنا عن رحلة هو راحها فبيحكي لنا عن المشهد اللي هو كان شايفه. هي فعلا قريبة قوي لأدب الرحلات بس المشهد واحد. طبعا الكتاب مليان معلومات كتير جدا جدا عن مصارعة التيران، لان هو بيكلمك اصلا على مصارعة التيران اللي يوسف ادريس المفروض ان هو راح شافها في اسبانيا، بس اكتر من ما هو بيحكي لك على قواعد لعبة المصارعة بتاعة التيران. المصارعة بتاعة التيران اكتر من ان هو بيحكي لك قواعد اللعبة، هو اكتر عايزك تتأمل المشهد، عايزك تشوف الناس، عايزك تشوف الناس الماتادورز اللي هم بيبقوا ماسكين القماشة الحمراء اللي بيهيجوا بيها الطور، عايزك تتفكر في نفسية الطور، الحيوان اللي فيه حد حرفيا عمال يستفزه. كل الحاجات دي هو عايزك تتفكر فيها. بس المشكله ان المشهد ممل جدا، برغم ان انا في الاخر يعني انا هحكي لكم بالظبط ايه اللي حصل مع الكتاب. طول وقت قرايته انا زهقانه جدا جدا جدا، لان يوسف ادريس بيشرح المشهد زياده عن اللزوم، هو بيوصف زياده عن اللزوم. هل ده مهم للحاجه اللي هو عايز يعملها؟ بس انا لقيت وانا بكتب الريفيو ان ايه ده، دي فكره فعلا كويسه. يعني انا كنت مديه الكتاب ده 2 ستارز، بعد الفكره دي لقيت ان هو لا، يستحق 3 ستارز، يمكن كمان يكون يستحق اكتر من كده، بس انا الملل العنيف اللي كنت حاسه بيه لا يضاهي ان انا اديله ستارز اكتر من كده. بصوا انا من كتر ما انا متحمسه، دايما كتب يوسف ادريس بعمل فيها كده، دايما بعمل فيها كده، بس برضو من كتر ما انا متحمسه برضو الكلام وقع مني يا جماعه، كنت مرتبه كلامي. استنى، زي ما قلت لكم هو الفكره ان احنا بنتفرج على مصارعه تيران. الكتاب ده خلاني افتكر كتاب مهم جدا لازم اقول لكم عليه دلوقتي لان انا بموت فيه. هي اكشلي حكايه جوه كتاب. الكتاب اسمه Men Without Women او رجال بلا نساء لإرنست هامينجواي، والحكايه اللي انا بحكي لكم عليها اسمها The Undefeated او الذي لا يهزم. الحكايه كانت بتتكلم على مصارع تيران، وبنشوف في حكايته القصيره قوي هو ليه ممكن يكون a man without a woman، هو ليه ممكن يكون راجل من غير ست. مش فاهمين انا بحب الحكايه دي قد ايه. حكايه انسانيه رومانسيه عاطفيه بموت فيها. انا كنت فاكره قوي الحكايه دي وانا بقرا الكتاب ده، يمكن ده خلاني اقارنه بيها، بس يعني خلينا نتكلم عن الكتاب ده دلوقتي. طيب بما ان هي مش روائيه قوي زي ما قلت لكم، هو اقرب ان هو يكون مقال يعني وصفي شويه، خلينا نتكلم مع الحاجات اللي موجوده اللي انت هتشوفها في حاجه زي دي كفئات. الكتاب بيحلل الفئات دي واحد واحد. اول حاجه بيحللها زي ما قلت لكم هو الطور نفسه. الطور حاسس بايه؟ ايه احساس حيوان لو طول الوقت حد عمال يستفزه، لو طول الوقت حد عمال ينهكه؟ انا بشوف صعوبه كبيره جدا 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 في ان انا اقبل الفكره بتاعت مصارعه التيران دي، لانه في الاخر حيوان، هو حيوان لا يفقه شيء. ليه الحيوانات بتصعب عليا؟ لان الحيوانات بجد يا جماعه دماغها فاضيه قوي على انها توصل للتسليه بتاعت البني ادمين. يعني متخيل البني ادم بيتسلى بان يا الطور اللي هيموت يا البني ادم اللي هيموت؟ يعني فعلا حاجه وحشه جدا. طبعا بيكلمك كمان على الفئه التانية اللي هي الماتادر، الشخص بقى نفسه اللي بيصارع الثور. وحشه قوي يصارع الثور لان هي مش ثه. هو انا ليه دايما عندي مشكله في السين والصاد والثه ليه؟ المهم يعني ان الماتادر ده ايذر ان هو هيغلب الثور ده ويخرج بطل للناس كلها، يا اما هيموت. انتوا متخيلين ايه الاختيار التاني؟ الاختيار التاني ان حياته هتروح. يعني كل ده عشان هو بيجري ورا فكرة البطولة. وطبعا الفئة الأسوأ في وجهة نظر الحقيقة هم بقى الجمهور أو المتفرجين على المصارعة دي. يعني ايه حد يبقى بيجت اكسايتد ان حد تاني بيصارع تور؟ انا كتبتها في الريفيوز دي ناس عايزة الادرينالين رش من غير ما هي اللي تبقى في مشكله. يعني هي الناس دي بتشجع البطوله ولا بتشجع الادرينالين اللي بيجي لها من البطوله؟ وليه عندهم حب للخطر؟ ليه عندهم حماس ان هم يشوفوا حاجه خطيره بتتعمل؟ كل الحاجات دي اتكلم عنها يوسف ادريس. عشان كده قلت لكم وانا بكتب الريفيو لقيت ان ايه ده، دي افكار عميقه جدا، دي افكار عن نفسيه الانسان. طبعا لما نيجي نتكلم عن الحبكه والسرعه هقول لكم ان الحبكه ما هياش حبكه، احنا مش مستنيين حاجه معينه انها تحصل، لكن احنا اكتر بنحلل كل الناس اللي انا قلت لكم عليها دي نفسيه. السرعه طبعا بطيئه جدا جدا جدا، الكتاب بجد بطيء بطيء بطيء، مش هيستحمله الا حد داخل وهو عارف انه هيقرا تحليل نفسي. المشكله انا ما كنتش عارفه ايه دي المشكله. وانا صغيره كنت بحب اروح السيرك جدا، لان انا السيرك ده من الاماكن اللي انا بتبسط فيها جدا، لان انا بحب الحيوانات قوي 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 يا جماعه. بس بعد فتره معينه بدات الحيوانات تصعب عليا، بقيت احس ان ده مش المكان الطبيعي اللي هي المفروض تبقى فيه. ومعرفش انا الحقيقه ما روحتش السيرك وانا كبيره، وما جاتليش
جاتليش الفرصه ان انا اروح وانا كبيره، بس معرفش هحس بايه ناحيه حاجه زي دي. بس الشعور اللي انا بحكي لكم فيه ده اللي انا حسيته وانا صغيره، ان انا شايفه حيوان ما يستحقش يكون في المكان ده، هو ده كان الاحساس الكونستنت او المداوم ليا وانا بقرا الكتاب ده. انسانيتي هنا اتجهت ناحيه حاجتين، ناحيه الطور اللي انا شايفاه في وجهه نظري حيوان لا يفقه شيء وفعلا غلبان جدا، وفي الناحيه الاخرى الانسان اللي بجد يعني انسانيتي طبيعي بقى انها تتحرك ناحيته، لان هو انسان زيه بيخاطر بحياته عشان يرضي حاجه جواه. لحظه الموت مش لحظه هينه ولحظه تقيله على اي حد مهما كان الموت ده موت ايه. انا هقرا لكم حته كمان من الكتاب، لان انتوا عارفين انا بحب اقرا لكم حتت اي هايلايتد يعني في الكتب، بس دي بجد الكتاب ده انا يعني اي هايلايتد ا لوت اوف ات. كتاب فعلا كويس، بس يا جماعه لولا الملل والله كنت قلت ان ده من احلى الكتب اللي انا قريتها. مشكله بقى موضوع الكتابه ان انا حاسه ان انا متحيزه ليوسف ادريس بجد، يعني حاسه بجد فكره ان انا لو حد ضغط عليا دي اقول يوسف ادريس توب يا جماعه. زي ما قلت لكم الكتابه ممله لان المشهد بيتعاد، بس في نفس الوقت يوسف ادريس عنده القدره انه يعيشك المشهد. ونرجع تاني يعني هي تعتبر لوب انه يعيشك المشهد، حاجه مهمه عشان هو عايزك تحس باللي هو بيتكلم بيه، ومش هيقدر يحقق ده لو مش بيتكلم بتفاصيل وملل كتير. بس في نفس الوقت انا حسيت في ملل، فاهمين يعني الموضوع يقعد يلف كده. طبعا الكتاب مليان ثيمز، وفي وجهه نظري كمان مليان سيمبلز. بيتكلم مثلا عن البطوله، ليه دايما الناس بتبص على البطل، ليه دايما الناس عايزه بطل يبقى بيخاطر بحياته. طبعا اتكلم عن الخوف، هل الخوف ده شعور احنا احيانا بنكريف ان احنا نحسه، بنبقى عايزين فعلا نحسه. طبعا اتكلم عن العلاقه او الريليشن ما بين الانسان والعنف، يمكن تكون دي من اهم الثيمز اللي اتفتحت في الكتاب. وطبعا الربط بين الانسان والحيوان. زي ما قلت لكم ان انسانيتي في الكتاب ده اتجهت ناحيه الحيوان، بس اتجهت كمان جدا ناحيه الانسان اللي بجد بايده رايح يدمر حياته. بما ان احنا بقى بنتكلم في النقطه دي، من الحاجات اللي جميله جدا اللي انا اكتشفتها وانا بقرا الكتاب ده، كان في مشهد كده ان هم عايزين يخرجوا تور من حلبة المصارعة. التور ده ما اتقتلش، هو التور مش هيخرج الا لما هو مقتول. طب ولو هو هايج وهم عايزين يخرجوه بيعملوا ايه؟ المفاجأة اللي انا اتفاجئتها في طريقة خروج التور، ان هم بيدخلوا عليه قطيع هادئ ومدرب. ايه بقى الجملة الفظيعة اللي انا لقيتها في الموضوع ده؟ Bulls are deeply social herd animals. When the fighting bull is confused, injured or alone in the open ring, his natural instinct is to seek safety in a group. يعني الثيران حيوانات اجتماعية وبتعيش في قطعان. لما طور المصارعة بيكون مخبوط أو مجروح أو لوحده في الحلبة، غريزته الطبيعية ان هو يدور على الأمان جوه المجموعة. يمكن تكون مشكلتي مع الموضوع، بس في نفس الوقت أنا شايفة ان هو موضوع يستحق التأمل. مصارعة الثيران من الحاجات اللي في الثقافة الأسبانية حاجة يعني كبيرة قوي. ممكن يكون عشان انا مش مهتمه قوي بالرياضه دي، فبالتالي كنت حاسه بملل شديد وانا بقراها. بس مره تانية انا حاسه ان المشكله ان انا دخلت وانا مش عارفه ان انا هقرا حاجه this psychologically intense او مليانه قوي حاجات نفسيه بالشكل ده. الافكار الانسانيه مش طبيعيه. كتابه يوسف ادريس بجد كويسه رغم الملل اللي انا حسيت بيه، بس التحليل النفسي ممكن يكون هو اقوى حاجه في الكتاب ده. مشكلتي بجد هي الملل 100% ان انا كنت زهقانه من الكتاب. الكتاب هيبقى مناسب جدا لحد داخل وهو عارف ان هو يقرا حاجه نفسيه، داخل وهو عارف ان هو يقرا تحليل نفسي، مش هيتضايق لو قعد يتامل في السلوك والطابع الانساني. قد ما انا شايفه ان المواضيع بتاعته مهمه، قد ما مش هو ده الكتاب اللي انا ممكن ارشحه لو انا هتكلم على موضوع زي ده. تدرك ان الرعب شعور لا تحسه الا الكائنات الحيه، ايضا لا تثيره سوى هذه الكائنات نفسها. لا شيء في الطبيعه يخيف الا كائناتها الحيه، لا شيء يخيف إلا وهو أيضا يخاف. من ضمن المشاهد برضو كان واحد من التيران بعد ما مات نفس الجسد بنفس العضلات والقرون بنفس القدرة والطاقة، وقد أصبح فاقدا كل القدرة وانتهت حركته إلى الأبد. ولماذا؟ لأن قطعة معدن صغيرة دخلت جوفه فاختل نظام الحياة داخله وطاقه. من ضمن الحاجات الرائعة فظيعة كان بيتكلم على المتفرج، أنهم جاءوا لينيبوا عنهم بطلا بطولته أن يواجه المخاطر وينتصر عليها، ولهذا فمتعتهم الغامرة ليست هي أن ينقذ نفسه بتجنب المأزق الخطر، ولكن أن يضع نفسه في المأزق الخطر ويخرج منه سالما، أن ينتصر على الخطر بمواجهته وليس بتجنبه. فهم في حياتهم يفعلون ذلك، هم دائما يتجنبون الخطر ويهربون من المأزق، مؤثرين أن يوصفوا بكلمة الجبن أو الرعونة مع النجاة أو البقاء أحياء. وهنا يريدون أن يفعلوا ما يحلمون بفعله ولا يستطيعون. يوصفوا بالبطولة ولو كان فيها مواجهة متعمدة للخطر وتعرض أكيد للهلاك. إزاي حد ممكن يوصف النفس البشرية بالشكل ده؟
انا عارفه ان انا مطوله في الحته دي، بس هي بجد حلوه قوي. ولكنه الاحساس بالاهميه ذلك الذي يدفع الانسان ليقدم على اكبر حماقه في العالم كي يظفر به. انها ليست رغبه في البطوله للبطوله ذاتها او للشخص ذاته، ولكن لإظهارها للآخرين وأمام الآخرين. إنها كالتمثيل وفيها منه الشيء الكثير. إن الموت دائما وفي كل زمان ومكان، وبالنسبة لأي كائن حي لحظته أبدا لا تمر عدل. إن الحياة كل أنواع الحياة تكاد تسكن تجاهها حدادا وخشوعا. مضى يدافع عن نفسه دفاعا كان في الحقيقة مرحلة أكثر يأسا عن الدفاع عن النفس، كان فقط تأجيلا للحظة الموت. أقول إيه والله، أقول إيه في الكلام الفظيع ده؟ كم غلت في عروقي دماء أعمق وأقوى القرابات، قرابة الإنسان البشري للإنسان البشري، تلك التي تدفعنا بلا وعي أو إرادة لنجدة المأزوم إذا استغاث وحتى إذا لم يستجب. طبعا الجملة اللي أقولها وتبقى الفاينل، ولكن لابد أن تقتل الثيران بعض الرجال، وبغير أن تقتل الثيران بعض الرجال فلا لذة في المصارعة ولا متعة. كتاب بجد حلو قوي قوي قوي، لدرجة إن أنا مش عارفة أرشحه ولا ما أرشحه، لأنه فيه أفكار كويسة جدا، فيه تحليل كويس قوي، بس في نفس الوقت يا جماعة حاسه ان انتوا المفروض تكملوا بقى دلوقتي. اخيرا هكلمكم على اخر كتاب قريته في يونيو، وهو دائما ما ادعو الموتى لسعيد نوح. مامتي هي اللي كان عندها الكتاب ده، والكتب اللي عند مامتي بتبقى موجوده في المكتبه بقالها كتير جدا وانا مش بقراها، فمش فاكره بصراحه ايه اللي حصل بالظبط. تقريبا انا كنت مسافره في الوقت اللي انا خدت معايا فيه الكتاب ده، وقررت ان انا متحمسه ليه جدا، انا عايزه اقرا الكتاب ده، فده اللي وصلنا هنا، ده اللي وصلنا هنا يا جماعه. بس الكتاب ده انا عندي معاه مشاكل كتير جدا جدا جدا. الروايه بتتتبع عدد من الاشخاص، شخصيات كتير قوي قوي قوي، وهحكي لكم على حاجه مهمه ليها دعوه بالتحليلات الادبيه في موضوع الشخصيات الكتير، وبنمشي مع حياتهم الاجتماعيه ماشيه ازاي. الروايه بنشوف فيها سعيد ويلا البان، يعني ان اسم الكاتب هو نفسه اسم الشخص المستمع، وهو بيسمع حكايه واحده ست اسمها فتحيه كانت بتحب قوي واحد اسمه انور المنسترلي. وطبعا بقى شخصيات كتير بتظهر وحكايات كتير قوي 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 بتظهر في كتاب بجد صغير جدا على كم الشخصيات دي. انا عايزه اوريكم حاجه هي دفنت مش هتبان، بس انا منها عملت الشجره دي. بس بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان ده يعني ورق كتير جدا، انتوا مش متخيلين كم الستيكي نوتس اللي موجوده في محاولاتي المستميته ان انا اوصل لمين الشخصيات ومين الراجل ده وكل الحاجات دي، لان الشخصيات بتظهر فجاه وانت بتبقى مش فاهم الراجل ده طلع امتى. طيب خلينا نتكلم على الشخصيات، يمكن دي من نقط القوه في الكتاب، لان صعب قوي ان انا اقدر امسك وارسم شخصيات بابعاد كويسه وهم في العدد ده كله. يعني ايه هم في العدد؟ يعني ايه هم في يعني دي جمله اساسا مش طبيعيه. المهم يعني ان العدد ده من الشخصيات صعب قوي ان انا اقدر يبقى ليا ابعاد لكل الشخصيات، ومع ذلك هو قادر يعمل كده. الشخصيات فعلا باين عليها ابعادها، بس المشكله وبرغم وجود ابعاد للشخصيات انا ممكن ماكسيمم اقول لك ان انا اتاثرت ب3 شخصيات. ليه مش اكتر من كده؟ لان الكتاب اصغر بكتير ان هو يتحمل عدد الشخصيات ده، لان الكتابه اقل بكتير من انها تقدر تعلقني بعدد الشخصيات ده. ويمكن هنا خلي بالكم الهدف الاساسي مش التعلق بالشخصيات، انا يكون عندي عدد كبير من الشخصيات احيانا بيبقى ليها سيمبل ادبي هكلمكم عليه بس قدام شويه. طيب بعد كده بنتكلم على الحبكه وسرعه الكتاب. مشكله الحبكه مش انها ضعيفه، المشكله ان انا حاسه ان الكاتب في دماغه حاجات كتير قوي لدرجه ان هو مش عارف يركز على فكره واحده. في شخصيات كتير، في افكار كتير، في مواضيع كتير بتتفتح. الموضوع ده بيقلل جدا جدا من الفوكس على ثيم معين، او ان احنا نفتح موضوع معين يخليني فعلا ابقى فاهمه الفكره بتاعت الكتاب. عدم سيطره فكره واحده على الكتاب بيخلي في الاخر الرساله اللي الكتاب عايز يوصلها تضيع. كنت قلت نفس المشكله دي حصلت في كتاب كان اسمه دليل جدتي لقتل الاوغاد، كان نفس الفكره دي، ان في مواضيع كتير قوي بتتفتح، فبالتالي الفوكس على ثيم واحده كان حاجه صعبه. بس هي في الكتاب ده اتعملت كمان أسوأ من كده، لان المواضيع كمان كانت متباعده عن بعض جدا. وهكلمكم على يعني المواضيع اللي ممكن تكون اتفتحت كتير قوي بس يعني في الثيمز، فيعني انا بصوا بحاول كل ده احاول ان انا اخلي كلامي مترتب. طريقه الكتابه كويسه، بس عندي كارثه كبيره جدا جدا، في غلطات املاء وغلطات ترقيم يعني بصوا مش قادره اتخطاها. انا بحس ان النقطه دي لا يلام عليها الكاتب فقط، يلام عليها كمان دار النشر يمكن اكتر من الكاتب، خصوصا موضوع الترقيم ده. انا بصوا انا في العموم مش بتضايق لان انا مش مركز قوي في الحاجات دي، بس لما بتظهر كتير لدرجه ان انا ابدا اخد بالي منها بتبقى مستفزه بالنسبه لي. كتير قوي من الحاجات اللي انا هايلايتد كنت عامله لها هايلايتنج علشان مضايقني ان الترقيم فيها مش مظبوط. طيب نخش بقى على الثيمز، وهنا هقول لكم ايه الحاجه او ايه السيمبل اللي غالبا بتترمي من الكتاب لما بيحطوا شخصيات كتيره قوي في الكتب. بخلاف ان طبعا اي بلوت او اي حبكه بتخلي حاجه زي دي تختلف من كتاب للتاني، يعني مش بالضروره اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده يبقى في كل الكتب اللي فيها شخصيات كتير، بس في معظم الاحيان لما بنحط شخصيات كتير في الكتب بيبقى عندنا رساله السيركل اوف لايف.
سيركل اوف لايف هي ان انا احسسك ان من الاخر الحياه دي كلها على بعض اوضه وصاله، اللي هو انت والشخص اللي انت عمرك ما شفته في حياتك ده ممكن يبقى قريب، صاحب، اخت، مش عارف مين. ودي حاجه بتحسسك ان احنا في صورته فجير جير، اللي هو انا مش عارفه اسمه ايه بالعربي بس انا هحط لكم صورته يعني هنا، اللي هو ان كل الناس عارفه بعض وان الحياه بتتحرك بالناس اللي مع بعض. رساله انا بحسها بصراحه مهمه جدا، والكونكشنز ما بين الناس بالشكل ده انا بحس انها حاجه تستحق ان احنا نتاملها. بس مره تانية مفيش فوكس على فكره معينه يخليني اقول ان هي دي الفكره اللي كان الكتاب بيحاول يوصلها. يعني مثلا الكتاب اتكلم على حاجه مهمه جدا، وشايفه ان هو يعني حط مشاهد حلوه قوي قوي في الفكره دي، وهي العلاقات بين الراجل والست. بشوف انها من اعقد العلاقات في الدنيا ومن اكتر الحاجات اللي يعني تستحق ان احنا نتاملها عشان نفهمها. ومع ذلك هم مثلا 3 4 مشاهد الاقوياء اللي بيتكلموا عن النقطه دي. بتتكلم كمان على العلاقات الاسريه وايه تاثيرها على الناس الموجودين في البيت، برضه حاجه مهمه جدا مذكوره في مثلا المشهدين. برضو في مشاهد بتتكلم على اختلاف الشخصيات اللي بتبقى طالعه من بيت واحد او بتنشأ في مكان واحد، برضو حاجه مهمه جدا وحاجه بشوف انها اجتماعيا مهم اننا نركز فيها، برضو مش مذكوره كتير. وطبعا من الحاجات اللي عشان اتحطت في الاخر فممكن تكون تاثيرها هو اقوى حاجه، لان اتكتب كلام في الاخر سيمبوليك قوي يرمي على الفكره دي، هو ان مهما كان الشخص ممكن يبان دوره صغير لكن هو بيأثر جدا على الناس اللي حواليه. واوف دي فكره انا مؤمنه بيها جدا، بس برضو مره تانية مش عشان كونها هي اللي موجوده في اخر الكتاب تبقى هي الفكره الاساسيه، ما كانش فيه تاكيد كافي عليها قبل كده. فلو تاخدوا بالكم هي كلها افكار متفرقه، كلها افكار بعيده عن بعض. ايه بقى الفكره اللي ممكن تربط كل ده؟ ما ينفعش كتاب بيبقى مبني على ماينر ثيمز. زي ما قلت لكم في حاجه اسمها ماينر وميجر ثيمز. ميجر يعني فكره كبيره، والماينر ثيمز دي حاجات بتسندها، حاجات اصغر منها بتسندها، مش بالضروره تكون كونكتد دايركتلي، مش بالضروره ان الماينر ثيمز تبقى كونكتد دايركتلي للميجر، لكن بالضروره انها تبقى ليها دعوه بالفكره اللي احنا بنتكلم عنها في الكتاب. ضروري ان يبقى في عندي ميجر ثيم بتتكلم على حاجه لمرات كتيره بجمل كتيره بمشاهد كتيره. للاسف عشان الروايه دي مش مشهوره فمفيش ناس كتير بتتكلم عليها. انا قعدت ادور عليها كتير قوي قوي قوي، ما لقيتلهاش تقريبا غير مقال واحد بس. المقال ده قعد يتكلم على رموز وتحليلات الحقيقه انها ما كانتش موجوده في الروايه. في حاجه اسمها اوفر اكسبليننج، او ان انا اشرح لحاجه او استفيض في شرح الحاجه زياده عن اللزوم. ده فعلا اللي كان بيتعامل مع الكتاب ده، والكتاب مش بالعمق ده. انا بصراحه ما اعرفش مين ممكن يحب كتاب زي ده. هل مثلا حد بيحب يقرا عن حاجات اجتماعيه، حد مستعد ان هو يسمع مواضيع متفرقه في مشاهد متفرقه وممكن يبقى صعب ان انت تربطها ببعض. ما بحبش اقول على كتاب ان هو مش هيعجب حد، لان انا مقتنعه ان كل الناس اذواقها مختلفه عن بعض. بس في جميع الاحوال لو حد لقى الكتاب، زي ما قلت لكم الكتاب يعني مش موجود خالص في الدنيا، مفيش حد كمان بيتكلم عليه خالص. بس عموما لو حد هيقرا الكتاب او بيدور عليه او كده، هتلاقوني حاطه شجره شخصيات موجوده على الريفيو بتاعي على جودريدز، فاظن انها هتساعد. يعني اظن وريتكم الورق كان قد ايه، اظن انها هتساعد. بس كده يا جماعه، هي دي الكتب اللي انا قريتها في الربع التاني من السنه. قلت الموضوع ده كذا مره، انا زعلانه شويه ان الكتب ما فيهاش كتاب فظيع، الكتاب اللي هو ياخد 5 ستارز وابقى حباه جدا واقول اوف ده كتاب حلو قوي. الكتب اللي انا بقراها دلوقتي نسبيا عجباني، مش متضايقه منها. بقرا كتاب اسمه The Only One Left لرايلي سيجر. الكتاب ده ثريلر او جريمه، هو لغايه دلوقتي كويس، بس الفكره ان انا مثلا في تشابتر 2 او حاجه. بقرا كمان حديث الصباح والمساء، ده انا متحمسه له جدا، لان حاجه غريبه قوي يا جماعه. حديث الصباح والمساء برضو مليان 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 شخصيات، ومع ذلك انا متعلقه بالشخصيات اللي بيتذكروا في مشهد واحد. معرفش هل ده علشان الحاجه اللي جواه اللي بتحب نجيب محفوظ، فباي حاجه هيكتبها هتاثر بيها. بس بحاول بقدر الامكان حتى مهما حبي للكاتب يعني كان موجود، افضل ان انا ما بقاش متحيزه. الحقيقه ما اعرفش، انا حاسه ان ريت القرايه بتاعي عالي شويه عن باقي السنه. ممكن اجيلكم الشهر الجاي وممكن ما اجيش تاني، ما الله اعلم. انا مش فاكره انا قلت ايه في الفيديو اللي فات، بس غالبا قلت لكم ان انا يعني هي في حته قريبه او حاجه، بس اديكم شايفين جيت لكم بعدها ب3 4 شهور. بس انا بحب شهر 7. ما اعرفش، انا بقى بصوا يا جماعه بحب كل الشهور وبحب كل الاوقات وبحب كل حاجه. يا بصوا ان شاء الله ان شاء الله الشهر ده تبقى قرايته كويسه ان شاء الله، يعني الدنيا تبقى ماشيه كويس. وانتوا قولوا لي طالما وصلنا نص السنه كده انتوا عاملين ايه وايه الاخبار عندكم؟ هل قريتوا كتب كويسه؟ هل حد ادى الكتاب 5 ستارز لغايه النهارده؟ يلا يا جماعه ان شاء الله اشوفكم قريب، ان شاء الله اشوفكم قريب.